اللي كان عمال يقول يعني انت شغال لي بس في الطرق والكباري، هو احنا ما ورناش غير الطرق والكباري؟ طب فين المصانع؟ فين التصنيع؟ فين يا سيسي الكلام ده؟ وجي بعد كده برضه هو اتكلم وقال لك يعني انت عامل لي تفريعه وتقول لي عليها قناه السويس الجديده ومش الجديده، هو احنا فاضيين للكلام ده؟ فين المصانع وفين التصنيع؟ ماشي. الصين وتركيا، الصين ليها لحد النهارده 530 مصنع في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس الجديد اللي هي في التفريعه اللي هم كانوا بيقولوا عليها. تركيا ليها برضه 400 وحاجه مصنع، ولسه المصانع يعني لسه الموضوع مستمر. طب هو ليه الكلام ده؟ عشان اول حاجه الموقع طبعا وسهوله الشحن والتصدير وكل الكلام ده. تاني حاجه ان مصر فيها يعتبر عماله ماهره، وكمان ارخص من ضمن ارخص الرواتب في العالم. بمعنى الصين عندها الراتب الشهري حوالي $900 للي هو الفني يعني، تمام. عندك في تركيا الراتب حوالي $600، في مصر $160. فلما يبقى عندك فني فاهم وفني كويس ب $160، فده بيجذب طبعا الناس انها تعمل ايه؟ المصانع والشركات والدنيا دي كلها، بخلاف المكان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت عندك مثلا شركه شوكولاته اللي هي اسمها مارس، لحد النهارده من اول سنه 2025 مصدره ب $175 مليون شوكولاته. مصر بقت بتصدر شوكولاته ب $175 مليون. طيب بناء على كده عملت ايه؟ قالت لا تعالى بقى، مش احنا مثلا بنستثمر حوالي 200 مليون، طب احنا عايزين نستثمر تاني $280 مليون تاني في الشوكولاته. يعني شركه شوكولاته بس لوحدها ب$500 مليار عايزه تستثمر في مصر. ده بخلاف شركات تانية جايه. ده اللي كان عمال بيتريق على موضوع الطرق والكباري، وان انت بتعمل اللي هي التفريعه دي ليه وانها ملهاش لازمه. اهو اتضح في النهايه ان هي ليها لازمه، ولازمه كبيره، والعالم كله دلوقتي انظروا على مصر وعلى المنطقه الاقتصاديه علشان يعملوا فيها المصانع. تحيا مصر.